ولصورتنا حكاية، وحكايتنا النهاردة عن قصة حب عبد الحليم وحبيبته الحقيقية اللي غنى ليها بتلوموني ليه، وكمان غنى ليها في يوم في شهر بسنة. هي جيجي العلايلي أو جيهان العلايلي اللي جت في قصة في المسلسل، لكن اسمها الحقيقي ما اسمهاش كده، اسمها مفيدة الألفي أو ديدي الألفي، ده اسمها الحقيقي. وذكر عبد الحليم في مذكراته ان هو اول مرة شاف حبيبته كان شافها بره ومعرفش ان هو يتكلم معاها، لكن كانت مع صديقتها، وبعد كده شافها في ميامي في اسكندرية وحاول ان هو يتكلم معاها وعرف انها متجوزة ومخلفة ولدين، لكن للأسف هي علاقتها مع جوزها كانت متوترة جدا لدرجة انها كانت طالبة الطلاق، عشان كده بعد كده حاول يتقرب منها بعد ما اتطلقت. وفعلا تمت خطبتهم هما الاتنين، وكانوا بيجهزوا العش الزوجية، عش الزوجية اللي هو دلوقتي يتحول لمتحف عبد الحليم. فكانت بتجهز الستاير وبتجهز كل حاجة، لكن فجأة أغمى عليها ووقعت، وكانت الصدمة إنها جاي لها فيروس جامد جدا في المخ، ونعاها عبد الحليم بوفاتها هو وإسماعيل أخوه وكل عيلته كانت موجودة في النعم. رحم الله الفنان الكبير عبد الحليم وحبيبته.